السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم واحد داك فلان وخطا. نبداو على بركه الله بالكراميل اللي غنديروه في المول ديالنا. خديت هنايا كاس ديال السكر، درتو في مقله اللي ما كتلصقليش، درتو على نار اللي تكون هادئه. من بعد راه ما كنحركوهش نهائيا، خليته هكذا كيذوب بوحديتو باش ما كيتلصقناش. كنبقاو مره كنحاولوا نحركو غير المقله والكاسرول اللي دايرين فيه داك الكراميل. كيف ما كتشوفوا انا نخدم في هذا المول، درتو مع البرد. يلا انت كتكبيه هو راه كيجمد في البلاصه، كيجمد وكيبقى يطلطق. لاني ما تخافي ما والو، راه من بعد ما غنكبو عليه الخليط ديال وخاضه راه غادي يذوب لنا معاه. كيف ما كتشوفوا هنايا راه يلا انا غير كنكبو باقي سخون، ولا ان فوا حطيته في المول ديالي راه جمد. كيف ما كتشوفوا كنحاولوا نوزعوه هكذا شويه بشويه، راه نعطوه شويه الخاطر باش يتوزع لي. من بعد انا غادي ما غتخدم ليش، غادي نحاول نخدم شويه بسباتيلا. كنبقى لي شويه في المقله اللي كنت دايره فيها هذا الكراميل ديالي، غنجيبو نحاول نلبس به المول ديالي كله. كيف ما كتشوفوا انا جمدت ليه وبقى لي داك الجنب ما ملبسش، ولاني غنحاولوا اننا نلبسوه كله بداك الكراميل ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنا راه ما محروق ما والو، غير اللون ديالو شويه غامق مع التصوير وصافي. ما هو راه جا المذاق ديالو فن. كيف ما كتشوفوا كنحاولوا ما امكن اننا نلبسوا المول ديالنا مع البرد، يعني كيعذب. فاش كيكون الحال سخون راه كاع ما كنوقعوش في هذه المشاكل نهائيا. كيف ما كتشوفوا من بعد هذا هو المقادير ديال الوخاضه ديالنا. خديت اطرو ونص ديال الحليب، خديت معها 200 غرام ديال هولالا تاع لا كريم. انا خدمت هنايا بهذا هولالا، نتوما يعني اي كريمه كتفضلوها خدموا بها. خديت هاد الوخاضه راه فيها 4 ديال لي ساشي. كيف ما كتشوفوا راه كنخدموا بهم كاملين في يعني في لان واحد. من بعد راه كاس معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وكاس ديال اللوز كيف ما كتشوفوا اللي حمرته مزيان. من بعدها طحنته. يلا هنبداو على بركه الله. يعني السكر غنديروه في شي زلافه هكذا باش نخلطوه مع ديك وخاضه ديالنا. نفتحوهم ونخلطوهم هكذا مزيان هنا باش كنتفاداو انهم يعني يبقاو يتكوروا لنا في الحليب ديريكت. كنديروا هاد الخطوه وكنتهناو. كيف ما كتشوفوا نديروها فوق السكر وغادي نخلطو. نتمنى يكون التصوير يعني واضح. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي ناخدو ديك الكريمه ديالنا غنديروها فوق من الحليب. من بعد غادي نزيدو ديك السكر اللي خلطناه مع الكواخاضه، غادي نحركوهم مزيان. من بعد غادي نديروهم على نار اللي تكون متوسطه، ما مجهده بزاف ما هادئه، تكون نار متوسطه. غنديروهم وما كنحبسوش من التحراك، كنبقاو كنحركوهم مزيان. هاي كيف ما كتشوفوا. بعد غادي نزيدها. كيف ما الخليط كيكون ثقيل بديك الكريمه، الا حبسنا يعني مبقيناش كنحركو راه كيهبط لتحت وكيتحرق لنا. يعني الا كانت عندنا شي هكذا كاسرول ولا اللي ما كتلصقش راه من الاحسن. كيف ما كتشوفوا يعني انايا لما درتها فوق من البوطه راه ما كنحيدش منها من التحراك، كنبقى كنحرك فيها. من بعد ما طاب ليا الخليط ديالي غادي نزيد داك الكاس ديال اللوز، كنزيدو كنحركو مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. لان فاش كنزيدو اللوز على داك الخليط هو باقي سخون راه بحال اللي كيتكور لنا، ولا غير نحركوه راه ما كيوقع ليه والو. حنا حتى كنحركو مزيان. من بعد غادي نجيبو المول ديالنا اللي كنا في الاول ديال الفيديو اللي لبسناه قبل ما كنبداو نخدموا هاد الشيء. راه كنبداو بالكراميل ديالنا، كنجيبوه كنكبوه فوق منه الخليط. كيف ما كتشوفوا يعني راه الكاميرا ضبات لي
ان كلشي كان باقي سخون بزاف، كنكبوها من فوق منه. هاد الفران يعني راه كيخصو على اقل شيء 6 السوايع، راه 3 السوايع يعني الجو بارد، 3 السوايع فخليته يعني كنخليوه حتى كيجبد لنا في درجة الحرارة ديال المطبخ، ما كنديروهش هكذا ديال الثلاجة حتى كيجمد لنا كيبرد مزيان. من بعدها كندخلوه 3 السوايع اللي بقات لنا الثلاجة. راه كيف ما كتشوفوا هنايا راه باقي كلشي كاين سخون، يعني لا في المول ديالنا طحنا في الوسط شي حاجه راه كنحيدوها بحال هكذا، كنخليوه كنغطيو عليه. من الاحسن هو ما نغطيوش عليه هكذا هو عاد الفار، يعني ما كيتحيد هذاك سخونيه الفار وداك الشيء عاد بعدها كنغطيوه باش ما يطلقناش الماء. كيف ما كتشوفوا من بعد ما برد راني خرجته من الثلاجه، راه من بعد 6 السوايع. كنجيبو الطبق اللي غادي نقدموه فيه، كنحاولوا نقلبوه، نحاولوا نخشيو فيه هكذا الموس من الفوق، هكذا نحاولوا نخشي فيه الموس مزيان باش ما يلصقناش ويعذبنا من يبغي يهبط، وكذلك نتقبوه هكذا من فوق باش داك الهواء كيطلع لنا. كيف ما كتشوفوا انا هنايا راه شويه ما بغاش يهود لي، من بعد صافي غير من بعد ما تقبته راه هبط دغيا، راه هبط بحال هكذا راه هبط. شوفوا داك الكراميل اللي كان في الاول جامد راه من بعد شوفوا كيرجع. صراحه كيجي رائع رائع رائع، لا في المذاق لا في المنظر، كيجي راقي، شي حاجه اللي ديال تحمرت الوجه. بعد انا زينته هنايا بلوز كونكاسي لك الاختيار، زينيه بالفواكه، زينيه بالكريمه، زينيه برقائق اللوز. كل سيده وكتبدع على حسب الحاجات اللي عندها وعلى حسب الابداع ديالها. انا فضلت انني نقدمو هكذا. بغيتي انت تقدمي هكذا مع الديسير راه كيجي راقي جدا. شوفوا كي كيجي صراحه بصحه والراحه.